بودكاست إعلامي مصري سب العراقيين وصفهم على أساس أنهم بهايم وحمير وإلى آخره، وجمع العراقيين كلهم من الشمال إلى الجنوب. أول فقرة راح أرد عليك كمواطن عراقي لا أكثر ولا أقل. ما راح أرد عليك أقول لك أنت حيوان وأنت 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 وأنت، لأنني ما تربيت على هذا الشيء. طلعت من بيت علمني الصح من الغلط. ما تربيت مثل حضرتك بحظيرة، لأنه أسلوبك أسلوب شوارعي أكثر من اللزوم وأسلوب شخص إعلامي. هاي فقرة. الفقرة الثانية أنه ما راح أقول لك أنه أني تاج راسك وأني أحسن منك لأنه أني مؤمن بشيء أنه كنا ولد 9 وماكو شخص أحسن من شخص. ولا هم أنا راح أقول لك أنه العراقيين كلهم تاج راسك، لأنه منو أنت حتى أقارنك بشعب وأقول لك هذا الشعب تاج راسك؟ أنت لا شيء، أنت عبارة عن نملة على تفلة يسويك الشعب العراقي بوستار. هاي الشغلة اللي وراها مصر بيها كفاءات إعلامية كفر أنه أنت تنحسب من ضمنها وتنحسب أنت إعلامي. طبعا أنا دورت بالسي في مالتك وقرأت عنك أنه أنت شخصية أصلا حتى مو إعلامي، مجرد أنت شخص عندك مادة قدرت تفتح قناة وقمت تحكي على العالم. ما راح أنكر أنه أنت جانب من كلامك كان بيه صحة، وهذا هسه صار كله، وهاي الموجة اللي سويتها بمواقع التواصل الاجتماعي تقدر تتجنبها لو قايل بعض العراقيين، لأنه أنا ما أنكر أنه كلامك بنوع من الصحة. بعض العراقيين الطائفيين هم فعلا حمير وبهايم وحيوانات، والحمير أحسن من عندهم، لأنه ما شفت فد يوم حمار قتل حمار لأنه لونه يختلف عنه. جتي فترة مرت بالعراق ناس ضعفاء نفوس جتهم فلوس خلوا عمر يقتل علي وعلي يقتل عمر. هاي الشغلة اللي وراها لما تقول انه انت اليهود ركبانه ودلدلوا رجليهم. لا، اليهود راكبين ودلدلوا رجليهم كان هسه احنا تلقانا بمصف الدول المتقدمة كلش. ودليل على انه انت اكبر شخص متملق ولوقي بين قوسين بالعراق ياخذها ملطلط، لأنه أكو برنامج كاميرا خفية استضافوك بيه. بالنهاية البرنامج هو برنامج كاميرا خفية مصري، نهاية البرنامج قالوا لك احنا برنامج إسرائيلي وهذا راح ينعرض على القناة الإسرائيلية. انت تختخت على الشغلة وعجبتك السالفة، فآخر واحد يحكي عن القومية انت، ومن عرفت انه هذا البرنامج كاميرا خفية وانفضحت بيه فرقت الفيلم وسويتها فضيحة. وأول واحد كان فاضحك هو دكتور باسم يوسف، الله يذكره بالخير.